أحيانا نعتقد أن الناجحين الذين نراهم في كل مكان نجحوا إما بالصدفة أو أنه ورث عن أبيه أو أنه لم يجد أي صعوبات في الحياة، وهذا الحقيقة خطأ كبير. فلا يوجد أي ناجح إخواني في هذه الحياة إلا وقد تعرض لصعوبات ولتحديات كثيرة استطاع بعزمه بعد توفيق الله سبحانه وتعالى أن ينجح. وخلونا اليوم نستعرض بعض أهم وأشهر وأغنى الشخصيات التي عرفتها البشرية. سقراط كان يطلق عليه ولد شقي ليست لديه أي مبادئ، ثم أنه كبر ليصبح واحد من أعظم فلاسفة البشر على مر العصور. بيتهوفن قال عنه أستاذه لا أمل منه في الفن، ثم أصبح واحد من أعظم الفنانين في تاريخ البشرية، وسيمفونيات بيتهوفن إلى اليوم تسمع من قبل العديد من الناس. والت ديزني طرد من عمله كمحرر وأعلن إفلاسه عدة مرات قبل أن ينشئ ديزني لاند. اليوم مبيعات شركة والت ديزني تقدر ب30 بليون دولار سنويا. توماس إديسون الذي اخترع الكهرباء قال عنه أستاذه أنه ولد غبي ولا يستطيع أن يتعلم أي شيء. كل الكهرباء التي ترونها اليوم حولكم هي بسبب هذا المخترع توماس إديسون الذي أطلق عليه أستاذه أنه غبي. أينشتاين واحد